السلام عليكم. ركاب سريع كده علشان الناس اللي تاهت مننا. سيف الملوك امير مصري، بديعة الجمال اميرة من اميرات الجن. كان شاف صورتها في عباية قديمة خدها من ابوه واتوهم بحبها وسافر في بلاد الله يدور عليها، وبعد اهوال ومصاعب ومشاق اخيرا عثر فيها، وبعد محايلة اخيرا وافقت انها تتجوزه. ودلوقتي هو واقف في الخيمة بتاعت جدتها علشان يطلب ايدها منها. وانا جنة عادل وهدي السحلة. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي. بتكمل شهرزاد لشهريار ما كان من امر ملكه الجن جده بديعه الجمال، وازاي لما سمعت من سيف الملوك ان هو انسي عايز يتجوز حفيدتها الوحيده اتجننت من الغضب وما كانش فاضل غير انها تناوله بالصندل ده على دماغه. ويمكن علشان كده بديعه الجمال قالت له يشيل الصندل من قدامها. وللمره التانيه وقف سيف الملوك يحلف ويتشحتف ويحاول يقسم لها باغلظ الايمان ان هو جدير ببنتهم فعلا، وان عمره ما هيأذيها ومش هتشوف معاه غير كل الحنيه والدلع. وظهر كده ان ستات العيله دي كلهم بيطلعوا وينزلوا على مفيش، لان هي سمعت منه الكلمتين وابتدت تقتنع ان ماشي اتجوزها واخلص. بص يا ابني، انت تطلع تستناني بره في البستان تاكل بقى من الثمار السحريه دي وتتفرج كده لحد ما انده على شهيال ابني ابو بديعه الجمال واكلمه في موضوع جوازكم من بعض ده. وما تقلقش، انا ابني كده كده كلمتي نافذه عليه. علشان تبقى واخد بالك يعني احنا الستات في عيلتنا هي اللي بتمشي الدنيا معايا. اتفضل. بيخرج سيف الملوك من الخيمه بتاعت ملكه الجن ويمشي يتفرج في البستان ودماغه عماله تلف، مش مصدق ان هو بعد السحوله دي كلها اخيرا خلاص بيخطب بديعه الجمال، واخيرا هتبقى مراته وهياخدها ويرجع بيها على مصر. لكن يبدو ان الواد ده حرام منحوس فعلا زي ما المنجمين قالوا لباباه، لانه ما بيمشيش خطوتين الا وبينزل 5 من الجن الازرق على البستان بتاع شهيال. الجن بيقفوا على جنب كده وبيشبهوا عليه. مش ده باين الواد اللي قتل الامير حاتم؟ اما لو هو صحيح وعرفنا ناخده ونرجع بيه لملك الجن عشان ياخد بطاره، اكيد هيكافئنا مكافاه ما تخطرش على بال حد. بيقرب الجن من سيف الملوك. مساء الخير يا ابو الكباتن، مش الاخ برضه هو اللي قتل الواد حاتم اللي كان خاطف البت وحابسها في قصر يافت بن نوح؟ عملتها ازاي دي؟ وسيف الملوك يا حرام بتاخدوا الجلاله، فبيقول لهم ايوه انا اللي قتلته، وادي خاتم سليمان اهو وهو اللي قتلته بيه. ومحدش عارف لحد دلوقتي طول الحكايه ليه ما حاولش سيف الملوك يستخدم خاتم سليمان، غالبا ما كانش يعرف بقدرات الخاتم. بس المهم انه لما بيقول لهم الكلمتين دول بيتاكدوا ان هو وبيتلموا عليه. 2 يكتفوا ايديه و2 يكتفوا رجليه، وواحد يكمم بقه ويخطفوه ويطيروا بيه على قصر الملك الازرق. ابشر يا مولانا، جبنا لك الراجل اللي قتل ابنك، خلص طارك وطفي نارك من اللي شفته من تحت راس الجدع ده. الملك بيحقق في سيف الملوك كده، انت اللي قتلت ابني، انت اللي قتلت الواد اللي حيلتي من الدنيا اللي انا فضلت عمري كله اربي فيه وكان المفروض يورث المملكه من بعدي. سيف الملوك قال له يا ملكنا يا عظيم، بس ما تعيش في الدور قوي، يعني واضح ان تربيتك ما كانتش قد كده. ابنك كان خطاف وقطاع طريق، وانا عملت اللي عملته ده علشان انقذ الاميره دوله خاتون من شره. الملك بيسمع الكلمتين دول بيتعفرت اكتر وبيجمع وزراءه علشان يشوف ازاي هينتقم من هذا البني ادم. الوزراء طبعا جايين سخنانين، اللي يقول يقتلوا ابشع موته، واللي يقول خساره فيه الموت عذبوه، واللي يقول اقطعوا له رجليه، واللي يقول اخزقوا له عينيه، واللي يقول اصلبوه. لحد ما اخيرا بيجي وزير شكله كده عنده شويه عقل بيقرب على الملك وبيقول له مولانا، هو اللي انا سمعته ده صح؟ انتوا خطفتوا الباشمهندس ده من البستان بتاع الملك شهيال بعد ما خطب بنته؟ الملك قال له اه صح. قال له اه احنا كده اتسوحنا يا مولاي، والغلط ركبنا من ساسنا لراسنا. تفتكر شهيال لما يعرف ان احنا خطفنا ضيفه من قلب البستان بتاعه وبعد ما خطب بنته على طول، ومش بس كده سجناه ولا قتلناه ولا عملنا فيه حاجه، هيعمل فينا ايه؟ دي تقوم فيها حرب يا مولاي وهيطير فيها آلاف الرقاب. انا من رايي الواد ده يتسجن ومحدش يجي جنبه. لو شهيال جاي يسال عليه يبقى واضح ان ليه مكانه عنده، وساعتها نتفاوض مع شهيال ناخد حقنا منه ازاي. اما لو محدش سال عليه يبقوا اعملوا فيه اللي انتوا عايزينه. بيقلب الملك الازرق الكلمتين في دماغه وبيقتنع بيهم فعلا، فبيأمر جنوده ان هم ياخدوا سيف الملوك يرموه في الزنزانه. في تلك الاثناء في بستان ارم كانت خالتي ام شهيال استدعت ابنها شهيال علشان تاخد رايه في مساله جواز بنته دي. بيوصل شهيال وبيدخل الخيمه على مامته، فبيبوس ايديها ويقعد تحت رجليها ويقول لها خير يا ست الحبايب. تقول له بص يا ابني، بنتك جاي لها عريس وهو ظروفه كذا وكذا، ما عندوش يعني غير مشكله صغيره كده ان هو بني ادم. شهيال زيه زي اي حد في القصه دي، اول ما بيسمع ان بنته الوحيده جاي لها عريس بني ادم بيتعفرت ويتزرزر. ولكن خالتي ام شهيال بتعرف تدخل له الدخله المناسبه. بص يا ابني، احنا من كام سنه بعتنا العبايه اللي فيها صوره بديعه الجمال للملك سليمان، وربنا اراد ان العبايه دي تلف تلف وتوصل لحد البني ادم ده، واراد انه يزرع حبها في قلبه، واراد انه يدور عليها لحد ما يلاقيها. فواضح يعني ان في ترتيب الهي في الموضوع، فوافق وما تقرفناش. اقتنع شهيال بكلام الحاجه وبعت الجنود بتوعه علشان يستدعوا الامير علشان يقروا الفاتحه بقى ويتفقوا على كميه الطوبه اللي في الفرقه والكلام ده، يدوروا على سيف الملوك في سلقط في ملقط محدش لاقيه. فتأمر بديعه الجمال اللي كانت جدتها بعتت تستدعيها، بما انها جوازتها يعني مفيد انها تبقى موجوده،
تنزل تدور عليه في البستان. يا جماعه ما شفتوش الشاب اللي كان هنا؟ هو شكله مدهول كده شويه وبني ادم. واحد من الجناينيه بيقول لها ايوه انا شفته، كان في واحد بني ادم معدي من هنا فعلا، ونزلوا 5 من الجن الازرق كتفوه طاروا بيه، والواد معرفش يحط منطقه. بيوصل خبر اختطاف سيف الملوك لشهيال والخالتي ام شهيال، وخالتي ام شهيال تحديدا بتتعصب جدا. يعني ايه يبعت جنوده يخطفوا ضيفنا من قلب البستان بتاعنا؟ حتى يعني لو قتل ابنه ايه هيأدبنا؟ وفين في حتتنا؟ ده ولا اجزخانه بحالها. اسمع يا شهيال، لا انت ابني ولا اعرفك لو الواد ده مرجعش صاغ سليم ومعاها اعتذار رسمي من الملك الازرق على عملته المنيله دي. شهيال بيقول لها ايوه يا امي طبعا يعني معاكي حق وكل حاجه، بس ليتس فيست الواد قتل ابنه والملك اكيد قلبه محروق عليه. مش انا مثلا لو حد قتلني ولا عمل فيا حاجه هتبقى انت برضو عايزه تاخدي بطارق؟ انا ما يخصنيش الكلام ده. وبعدين اخد الحق صنعه وايه بالاصول، وهم دخلة السيمه اللي دخلوها دي لا فيها صنعه ولا هوبت من الاصول. دي دخلت انك لميت وانهم لميتون، ولو ما رحتش جبت الواد حالا لن تبني ولا عرفه. ولان كل شيء يهون الا غضب الام، بيطير الملك شهيال في الحال وبينزل قدام الملك الازرق. مساء الخير، ممكن اعرف ايه القرف اللي حصل ده؟ انتوا ازاي تسمحوا لنفسكم تيجوا تخطفوا ضيفي من قلب بستاني؟ وكما توقع شهيال رد عليه الملك الازرق وقال له انا بقتص لابني وباخد حقي منه، مش انت لو حد قتل بديعه بنتك لا قدر الله يعني هتاخد بطارك منه برضو؟ فرد شهيال وقال له انت ابنك كان خطاف وكان قاطع طريق وكان فضحكوا في كل حته، والواد قتله بس علشان ينقذ الاميره دوله خاتون. قصر وروح هات الواد يا شيبه بدل ما تقلب حرب لا انت ولا جنودك قدها. وامام هذا التهديد الصريح بعت الملك الازرق يجيب سيف الملوك، واتفقوا في حضور الملك شهيال انه يبريه من دمه وتتكتب بينهم حجه تحرم دم سيف الملوك وذريته على الملك الازرق وكل جنوده. وبيطير الاثنين راجعين على بستان ارم ومنه الى سرنديب، حيث تقام الافراح والليالي الملاح استعدادا لجواز سيف الملوك من بديعه الجمال اخيرا. وفي وسط الترتيبات بيميل سيف الملوك على ملك الهند وبيقول له بقول لك ايه يا معلم، ايه رايك نخلي الفرح فرحين؟ الواد ساعد ده امين وجدع وانا اضمنهولك برقبتي، واحنا بصراحه عايزين نخطب له دوله خاتون. ملك الهند بيقول انا مش هلاقي احسن منه، يلا على بركه الله. وبتقام الاحتفالات بطول الهند وعرضها احتفالا بجواز الامراء الاربعه، كل 2 مع بعض طبعا. وبعد شهر عسل رائع بتميل بديعه الجمال على سيف الملوك في ساعه صفا كده وتقول له مبسوط يا سيف؟ مش حاسس ان انت ندمان على حاجه؟ في حاجه ناقصاك؟ في حاجه مضايقاك؟ قال لها لا والله انا مش ندمان على حاجه، انا بس حاسس ان انا ناسي حاجه. ابويا، انا نسيت ابويا والمملكه. عايزين يا بنتي نبقى نرجع مصر نطل عليهم ونشوف بقى هنعمل ايه في موضوع الملك اللي انا هورثه ده. وبيقضي الاثنين بقيه حياتهم بين الهند ومصر، وبيعيشوا في تبات ونبات وبيخلفوا صبيان وبنات الى ان ياتيهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. وهي دي شهريار حكايه سيف الملوك وبديعه الجمال بالتمام والكمال. ايه رايك بقى؟ اما قصه عبره بصحيح، تستحق الضجه؟ لا تستحق الصراحه. امال هتعمل ايه بقى لما تعرف ان الحكايه دي بتتحكي بطريقه تانية غير بتاعه الحكواتي الدمشقي؟ حكواتي دمشق مين؟ الحكواتي يا شهريار اللي ابتدينا بيه الحكايه، الراجل العنصري ده اللي ما كانش عايزها تتحكي قدام ستات وما تتحكيش قدام اطفال، فاكر؟ اهو انا بقى سمعت نفس الحكايه بس من حكواتي تاني في باكستان، وفي رايي يعني الحكايه بتاعه الحكواتي الباكستاني احلى كمان من بتاعه الحكواتي الدمشقي، ولو سبتني لحد بكره هحكيها لك. والنبي بس قبل ما تنام ما تنساش تعمل لايك وشير وتسحل صحابك، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوس عليه.